أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسمياً تنظيم مباراة ودية تحضيرية بين منتخب الجزائر ونظيره السويدي يوم 10 جوان المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم. وتأتي هذه المباراة في إطار التحضيرات للمنافسات القادمة، حيث سيدخل المنتخب الجزائري في معسكر تدريبي خلال شهر جوان، ويعد اللقاء مع السويد أهم المحطات التحضيرية. كما يعمل الاتحاد الجزائري على ترتيب مباراة ودية ثانية في الجزائر ضد منتخب إفريقي في انتظار تأكيدها. وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي قد أشار في وقت سابق إلى وجود مفاوضات مع منتخب النيجر، لكن الأمور لم تحسم بعد، مما دفع القائمين على كرة القدم الجزائرية للبحث عن بدائل أخرى. وبناء على ذلك يواصل مسؤول الفاف جهودهم لتنظيم لقاء ودي مع منتخب إفريقي في 6 من جوان قبل السفر إلى ستوكهولم لملاقاة السويد في 10 من الشهر ذاته. ويسعى الفاف لإتاحة الفرصة للمدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش لاختبار اللاعبين الجدد والوقوف على إمكانياتهم في مواجهة فرق ذات مستوى عال. وتبدو نية الاتحاد الجزائري واضحة في برمجة مواجهة قوية قبل التصفيات الرسمية بهدف تعزيز جاهزية الفريق للمنافسات القادمة. وحقق منتخب الجزائر في الفترة الأخيرة استعادة قوية لبريقه تحت قيادة بيتكوفيتش، حيث تمكن الفريق من حجز مكانه في نهائيات كأس إفريقيا 2025 بكل سهولة، كما يسير بثقة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026. وتشهد هذه الفترة من الاستعدادات رغبة قوية من قبل الجهاز الفني للحفاظ على المستوى العالي للفريق ومواصلة التألق في البطولات المقبلة.